حلقات بتدخل تسجلها وانت مبسوط، وفي حلقات تانية بتدخل تسجلها وانت مخنوق وكأنك بتأدي واجب. المرة دي اتنين الكبار الأهلي وبورتو دخلوا بطولة اسمها كأس العالم للأندية. كل جمهورهم كان عنده أحلام كبيرة، بس الاتنين نزلوا الملعب حولوا أحلام جماهيرهم دي لكوابيس. لا الأهلي كان عملاق أفريقيا، ولا بورتو قدم شكل فريق أوروبي ليه تاريخ كبير. الهزايم ما كانتش بس هزيمة على الملعب، ده كان كشف ستار لفقدان الروح وفقدان الشكل وفقدان القيمة. في الحلقة دي مش بس جاي أواسي، احنا هنكمل فك الشفرة حتى لو فيها مرارة، حتى لو النهاية كانت سطر يتقرب بالعافية. هنحلل وننتقد ونواجه، علشان ما ينفعش أبدا نكمل من غير ما نفهم احنا وقعنا ليه. ودي بداية فك شفرة حلقة من جوه الهزيمة، مع فرصة مستحيلة للعودة، فك شفرة بورتو. الحقيقة كلنا استنينا الأهلي يطلع يورينا الكرة الحقيقية، كرة الأبطال، لكن للأسف اللي شفناه في كأس العالم للأندية لا هو أهلي ولا هو كرة. الماتش الأولاني قدام انتر ميامي ماتش سهل كان على الورق، قدام فريق لسه بيجمع نفسه وفي لعيبة أغلبهم طلع على المعاش من أوروبا من سنين كتير. المفروض كنت تنزل وتاكل الملعب، بس الأهلي نزل كأنه خايف يجيب جون. أنانية بقى على استهتار على توهان، تضييع فرص بالجملة، مفيش عزيمة، مفيش هدف. لا وفي الآخر انتر ميامي كان هيكسبنا برضه في الآخر يعني، وكنا مستنيين الحكم يصفر في آخر الماتش. نروح بقى الماتش التاني، كان قدام بالميراس. الماتش ده بقى بجد بقى هو يعني اللي قال لنا الحقيقة وجاب لنا من الآخر، وكل حاجة بقت باينة. التنظيم بايظ، دفاع مش ثابت خالص، خط وسط بطيء، هجوم ما بيطولش الكورة حرفيا، مستأنس ومالوش أي فعالية ولا بيشكل أي خطر على المنافس. ده غير إن تقريبا مدرب الفريق المنافس عارف فرقتك أكتر من مدربك الموجود حاليا، ودي مصيبة في حد ذاتها. مفيش خطة، مفيش شكل، يعني احنا مش عارفين نلعب على المرتدة ولا على الاستحواذ ولا حتى على العرضيات، وكل حاجة بتحصل عشوائي كده. اللعيبة جوه الملعب ودفاعهم ودماغهم بره. الفرقة شكلها ما كانتش داخلة البطولة تكسب، ولا حاسين ان هما كانوا عايزين يعملوا اي حاجة. المدرب مش عارف الفرقة ولا اللعيبة والنتيجة، حدث ولا حرج. تغييرات اي كلام، بدلنا ما بدلناش، كلها تغييرات تحت مبدأ يلا بينا نجرب. الفرقة تعبانة بدنيا، نفس اللعيبة، نفس نقاط الضعف، نفس التشكيلة، نفس طريقة اللعب، ولا في تعديل ولا حد جاهز أصلا، وأسلوب لعب بطيء جدا، تقريبا أبطأ فريق في البطولة كلها. الأهلي في كأس العالم ما كانش موجود. في فرقة نزلت كده لابسة أحمر، بس تقول بقى أطياف، أشباح، قول زي ما أنت عايز تقول، بس مش ده الأهلي اللي نعرفه. لو كل مرة هنشارك وهنتدحرج كده من أول درجتين في السلم، يبقى لازم وقفة. لازم الإدارة تعرف تاخد القرارات الصح في التوقيتات الصح، من غير بقى التخبط، وتعرف احتياجاتها واحتياجات فريقها صح. لازم جهاز فني يليق باسم الأهلي، ويكون عارف حجمه ومتطلبات جمهوره، مش جاي بس هيستغل اسم الأهلي في السي في، لأن طبعا كلنا عارفين إن السي في الأهلي يعني الأهلي يتحط في سي في أي مدرب خلاص كده شكرا، يعني كده هو ممكن على طول بقى على الخليج أو في أي حتة تانية في أوروبا، خلاص الراجل ده كده بقى مدرب، يعني مدرب سوبر يقدر يدير أي فريق. ولازم طبعا لعيبة عندها روح قتالية، لعيبة عارفة قيمة الأهلي، لعيبة لازم تقدر إن هما بيلعبوا نادي كبير اسمه الأهلي. أنا مش عايز يعني كلامي يكون تقيل، بس بصراحة لازم الواحد يقول الحقيقة. كفاية بقى بجد، كفاية قرارات غلط وعدم الاعتراف بيها، وكفاية مجاملة، وكفاية تطبيل. اللي حصل في كأس العالم دوت كان عيب كبير قوي 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 في الأهلي. كنا منتظرين كلنا ان احنا نشوف فريق نقدر نرفع راسنا بيه بعد كل الشوك كبير جدا اللي اتعمل للصفقات، وصدقوا بصراحة الجمهور، رغم ان هو حقيقة مسدش ابدا مراكز العجز اللي كانت في الفريق. الاهلي طول عمره كبير وبطل، بس عشان تفضل بطل محتاج دايما ما تنساش عقلية وروح البطل.
نروح بقى لتشكيلة بورتو. تشكيلة بورتو اللي بيلعب بأسلوب 3-4-3 هجومي، بس يعني مدفوع بشوية توازن. عندك في الحارس كلاوديو راموس، وعندك في الدفاع إيفان ماركانو، ومعاك مارتين فرنانديز، ومعاك زيبيدرو. أما بقى في نص الملعب في 2 محور ارتكاز، عندك ألان فيريلا، وكمان معاك فابيو فييرا، ودوت صانع الألعاب اللي بيحاول بيبني دايما اللعبة من العمق. أما بقى في الجناحين اليمين واليسار في عندك جواو ماريو وفرانسيسكو مورا. أما بقى بالنسبة للهجوم فعندك بيلعب سامو أجاهوا اللي هو دوت راس الحربة، وده تقريبا اللي حط ضربة الجزاء في الأول في مرمى انتر ميامي. معاه بقى على الطرفين رودريجو مورا، ومعاه جابرييل فيجا. المرة دي طبعا أنا مش هقترح تشكيل بقى، بما إني طبعا أصلا كده الأخ أو المدرب الحالي الأسباني هو اللي بيحط تشكيلة كده واحدة، مش شايف ديانج، مش شايف لعيبة تانية، فهو ليه تشكيلة واحدة بس، طريقة هو بيلعب بيها، ومش متوقع إن هو هيخرج عن النص يعني، إلا يعني ممكن بقدر بسيط جدا. فطبعا هيبدأ طبعا الشناوي في حراسة المرمى. في الدفاع هيلعب ياسر إبراهيم، ومعاه جنبيه أشرف داري، في احتمالية بمشاركة بيكهام مكان أشرف داري، بس يعني بنسبة 50 يعني 40%. وهيلعب طبعا باللاعب الأسوأ ظهورا مع الأهلي محمد هاني، وطبعا في عودة كوكا، طبعا هو عدى من الإصابة، فهو كوكا هيكون متواجد على ناحية الشمال. في خط النص طبعا هيكون مروان عطية غايب، فبالتأكيد هيكون موجود مكانه بقى، ممكن يا حمدي فتحي هيكون مكانه، يا إما أليو ديانج، أو هيتواجد يعني عموما الاتنين، وهيبقى بجانبه بقى طبعا مين محمد بن رمضان. طبعا الثلاثي الهجومي ثابت، عندك زيزو وتريزيجيه وأسامة أبو علي. ممكن احتمال لمشاركة أشرف بن شرقي، لأن حتى المدرب باين إن هو أصلا اتصدم من أدائه، إن هو بيعرف يلعب في الماتش اللي فات، فقال إيه ده، أنا عندي لعيب هو اسمه أشرف بن شرقي بيعرف يلعب، فكويس يلا. يعني هو تقريبا ما كانش عارف، الراجل عمال بيستكشف كل يوم واحنا بنستكشف معاه، فربنا يسهلها ويعدي على خير. بالنسبة لنقطة الضعف عند فريق بورتو، فبورتو بيقع تحت الضغط دايما من بعد الدقيقة 60. على فكرة في أوجه تشابه كبيرة جدا ما بين بورتو والأهلي، يعني تقريبا عندهم مفيش نفس الروح، نفس القصة كلها العلمية. بس نكمل يعني. بيقع تحت الضغط بعد 60 دقيقة، وظهر كده قدام انتر ميامي، كان في ارتباك دفاعي بعد هدف التعادل مباشرة، استغلال المرتدات ضدهم كمان. بورتو بيلعب بأجنحة طايرة متقدمة، يعني دايما زايدين لقدام، وده بيخلي وراهم مساحة كبيرة جدا، غير ان اي تمريرة عمق سريعة ممكن توصل مهاجم الاهلي للجون لوحده مباشرة بانفراد غير مسبوق، بس يا رب يجيبها يعني. وكمان برضو الفريق بيعاني من نقطة تانية، وهي يعني غياب شخصية القائد. هتحس برضو ان هم تايهين في الملعب، يعني في حالة الضغط الفريق بيضيع لوحده ومن غير قائد يلم اللعب. بالنسبة لأهم النصايح التكتيكية، الضغط المبكر أول حاجة. بورتو بيتلخبط برضو أول 10 دقايق، لو الأهلي دخل الماتش جامد وجد ممكن يخطف هدف مبكر. تاني حاجة استغلال الأطراف، احنا قلنا إن جناحاتهم بيتقدموا دايما، فهم ضعيفين جدا في حالة الارتداد، يعني زيزو وتريزيجيه لازم يستغلوا المساحات اللي خلفهم ويعملوا انطلاقات ويتقدموا، لعل وعسى يقدروا يعملوا حاجة. إغلاق العمق، فابيو فييرا صانع الألعاب هو أهم المفاتيح عندهم، لو اتقفل عليه بشكل يعني كويس بورتو بيفقد السيطرة على الملعب وبيلعب الكرة دايما بعشوائية. الشحن النفسي، الأهلي محتاج يدخل طبعا وهو حاسس إنه يعني ماتش كرامة، لازم اللعيبة تتحفز من اللي حصل ضد ميامي وبالميراس. أي تهاون المباراة هتروح في أي لحظة. بورتو مش فريق سهل لكن مش مرعب. الأهلي لو لعب بعقل، تنظيم وروح وعرف يضرب في الوقت الصح هيكسب، وساعتها هنروح بقى لسيناريو انتظار هدايا المنافسين، أو ما تجيش الهدايا والفرقة تكمل شوبينج قبل ما يركبوا الطيارة.